السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي الكرام. طبعا اليوم قمنا على مباراة قوية جدا جدا جدا، يعني تعتبر تبع مباريات كأس العالم. مباراة قوية بين الأخوة في أو كما يسمى البناكسة والعدارسة. طبعا مباراة قوية جدا. آه، والموضوع اثنين مواضيع قوية جدا. الموضوع الأول اللي هو آه، موضوع ال 14 مليار اللي تم الحجز عليها في بنك كاك، في كاك بنك اللي هي خاصة بالانتقالي. والموضوع الثاني موضوع السجون السرية. طبعا أنا بعتبر نفسي كحكم، حتى ولو أنا مش حكم دولي قد المباراة هذه، لكن حكم محلي كذا مطلع أو حسب ما شاف الأمور بخصوص ال 14 مليار اللي قال البعض أو اتضحت أنها حق تغذية القوات المسلحة الجنوبية عام 2025 حق شهر 10 وشهر 11. طبعا تم الحجز عليها الآن. هي ما تمشي الحجز عليها الآن، هي فعلا صرفت من الحكومة بشكل رسمي للقوات المسلحة الجنوبية إلى كاك بنك، وتم إيقافها يعني عدم استلامها من الحكومة. يعني أصدروا عدم استلامها من الانتقالي، يعني عدم تسليمها للانتقالي. والقوات الجنوبية كانت في حضرموت، يعني وقت الخلاف اللي حصل بين الحكومة وبين عيدروس اللي هو ممثل الحكومة العليمي وعيدروس. تم إيقاف هذا المبلغ في البنك لأن البنك يعتبر حكومي. تم إيقافه وعدم السماح باستلامه، وبقي في كاك بنك إلى الآن. والآن أعلنوا أن تم الحجز عليه على أساس، شوفوا، على أساس هذه خطط برضه، على أساس أنه بيد الانتقالي وكانوا يقدروا يتصرفوا به من شهر 11 2025 إلى الآن. وليش ما تصرفوا به؟ يعني يجيب الشك أنهم كانوا يقرطوه، بينما هو أصلا قد أصدر من الحكومة إيقافه في ذاك الشهر نفسه وعدم استلامها بسبب الخلافات اللي حصلت في حضرموت. هذا واحد. يعني الانتقالي هنا في السليم، لا نهبها ولا اختلسها ولا شيء. وإذا كان انتقالي اختلسها فأنت يا حكومة شريكة، لأنه حسب الورقة هذه أنه صرف بأمر من الحكومة أيام عهد رئيس الحكومة سالم بن بريك، وهذا توقيعه في الورقة. هنا إيش؟ الانتقالي في السليم في هذا الموضوع. لا تجيش تقول لي ايش كانوا ياكلوهم، ايش كانوا ذا، وليش صرفوهم، المفروض يصرفوهم. لا، قوات الانتقالي معروفه انها هي اللي كانت تحمي الحكومه، وهي اللي دخلت الحكومه اصلا الى المعاشيه، ودخلت القيادات الشماليه. وهذا اصلا كانت النقطه الوحيده اللي كان الشعب قد يقول لهم ما بلاش انتقالي، ما بلاش تجيبوهم، نحن ضد الشراكه مع الحكومه، نحن نشتيكم جنوبنا. وهم اقتربوا انهم فاهمين وقت على راسهم. هذا واحد. هذا موضوع الفلوس، يعني المفروض ما حد يتكلم فيه ولا حد يحاول انه يشوه الانتقالي في ذا المجال، لانه هذا الموضوع حق القوات الجنوبيه، وهي كانت كثيره جدا، وهي كانت اللي فاعله على الارض. ما فيش قوات اخرى كانت. الحكومه وين هي؟ والقوات حق الشرعيه ما فيش. وزاره الداخليه يستلموا رواتبهم في البيوت. كان كله انتقالي. هذا واحد بخصوص الموضوع هذا. اما بخصوص المخفيين قسرا او السجون السريه، نحن ما نعرفش بالسجون السرية، إنما في مخفيين قسرا، نعم، وفي مظلومين. وهذا أسوأ ملف ونقطة، أو يقولوا جبين اسود، مدري إيش يقولوا، في ملف الانتقالي. هذه أخطر نقطة وأسوأ نقطة في المجلس الانتقالي الجنوبي، وهو كان يعلم. وفي كثير ناس أخذوا وسجنوا بدون وجه حق، وبدون حتى أوامر نيابة، وبدون أي توضيحات. وفي من مات في السجون، وفي من مخفي إلى الآن، وفي أسماء إلى الآن لم يتم معرفة أينهم. وهذا ملف لازم يتابع حقيقة، ويعرفوا كل واحد من حقه من المواطنين يعرف وين ابنه إلى الآن. وآخرها قضية عشال وأبو أسامة السعيدي، ما حد داري إيش مصيرهم. وهناك الكثير والكثير والكثير الذي يجب المطالبة بحقهم، ويجب ملاحقة من كانوا ماسكين الملف هذا إلى أن يتم الاعتراف إن كان في هم موجودين عادم أحياء أو ماتوا في السجون أو يعني الملف هذا من حقه يكشف. وهذا كان الملف الأسود في الانتقالي.
والذي للأسف 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 يعني جدا جدا أساء الجنوبيين بشكل عام. فهنا يعتبر واحد واحد النتيجة، أو كذاك لجهة البناكسة. يعني العدارسة متقوقين في هذا القضيتين، أو ملف السجون السرية. هذا أنا نصيحة، لا حد يدافع عنه ولا حد يتكلم عنه ولا حد يحاول يلمع في هذا المجال. أما في القضية الثانية هذه أيضا البناكسة فيهم مكر. يا جماعة فتحي بالأزرق قد دوخ بكم هو لنفسه ذيك الأيام، ما بالكم الآن وهو كان واحد جالس داخل عدن، ما بالكم الآن ومعه الصلاحيات وانضم إلى التشكيلة عادل الحسني مع ناشئين، تشكيلة قوي طالعين، وعبد الرحمن أنيس يهب له كذا من الركنيات يلعب بكم. يعني مشكلة أصحاب الانتقالي أنهم ما تعاقدوش مع إعلاميين ذيك الأيام محنكين، اعتمدوا على خضر رهوي ونايف أبو الزعيم ولا كان عادم جابوا مباريس كان بيضغط معاهم أحسن. وتحياتي لكم.